رجالة اهدوا يا اختي، رجالة ورق. ما شاء الله ما شاء الله. لا ده انت بقيتي عال قوي ومتوصيه على الاخر، وباين عليكي مش عايزه تجيبيها البر، انما يمين بالله 3 يا سعديه. طب و80 يمين على يمينك يا بسيوني. ايه بتقولي ايه حضرتك؟ 80 يمين على يمين انا؟ قال ان قلت ما تخاف وان خفت ما تقول. والله عال عرفتي تتكلمي يا سعديه. يا اخويا كتر البكا يعلم النواه. ايوه ويعلمك تقولي لجوزك 80 يمين على يمينه. يمين وشمال وكل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. بقى ده كلام واحده عندها ريحه العقل يا عالم. يجي منين بس العقل يا اخواتي؟ ده انا فاض بيا خلاص يا بسيوني، مش ناقص غير اني اموت لاجل ما يخلى لك الجو. ايوه سمعي بينا الجيران يا سعديه، سمعيهم. هو انت عايزه ايه غير كده؟ ابدا انا مش عايزه كده ابدا يا بسيوني. انا نفسي اعيش واقفل بابي عليا وابقى ست بيتي، مش ابقى ملطمه لحضرتك مره وللبقال مره والجزار والديانه وصاحب البيت. اهي الدنيا على دي ودي. بس انا عمري ما شفت غير دي، عمري ما شفت معاك غير البهدله وقله القيمه والشقوره والنقوره من الجيران. طب ليميها بقى وعليها يا سعديه، واللي وقع يصلى. اللي وقع دشتش خلاص ورميه ثواب يا اخويا، والمايل عمره ما يتعدل. هو اللي فيه داء القمار ينساه يبطله. انت لسه هتقولي لي قمار وكلام فارغ من ده؟ امال اقول لك ايه بس يا بسيوني بعد ما قشطتني وخدت حتتين الصيغه اللي طلعت بيهم من الدنيا، ودينا هو بقيت على البلاط. اللي عاجبه من الكحل يتكحل بيه يا سعديه، واللي مش عاجبه من البيت ده يرحم. ومين قال لك ان انا قاعده لك في البيت يا بسيوني؟ انا سايبهولك وحياتك اما اشوف هتعمل ايه. هي الناس لما بتكبر بتعقل ولا عقلها بيخف؟ يا عم عفيف افندي. لا عفيفي ولا غيره، انا راجل طول عمري جد. الكلام المدهن ما احبوش ابدا، اللف والدوران اكرههم، ما احبش غير الدغري، لان الدغري تحتار فيه الناس وبأصول. ايوه اقول له والنبي يا عفيف افندي. ويقول له ليه بس يا سعديه يا بنتي؟ هي الحكايه عايزه قواله ولا عياده؟ هو مش عارف بيعمل ايه فيكي، مش عارف هو ماشي ازاي يا اخواتي. يا راجل راقب ربنا في البت الغلبانه اللي مستحملاك وساكته. واحده غير سعديه؟ طب ومن نبى النبي نبي لا كانت لمت عليك الناس. وعلى ايه بس يا جماعه؟ على ايه؟ على ايه؟ على اعمالك يا اخي، على سهرك الليالي يا اخويا، على بعزقه مهيتك في القمار والكلام الفارغ، على سيبانك مراتك يومي على الحميد المجيد. لا تهش ولا تنش ولا تقدر تطلب حاجه. ده انا غلطت وطلبت منه حاجه ما خدش منه غير اعذريني يا سعديه، ظروفي يا سعديه، حظي كان امبارح وحش على الترابيزه يا سعديه. بقى ده كلام يا راجل؟ ولا دي عمايل ناس يا اخواتي؟ ثم هتعمل ايه سعديه المسكينه في حاله زي دي؟ دي البيوت يا ابني طلباتها كتير قوي. كفايه اني بتهرب من الناس، واذا اشتكيت مره يقول لي اتصرفي يا سعديه. ايوه يا اخي، تتصرف ازاي المسكينه دي؟ ومع مين بس ولا مين؟